اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. طلاب الأعزاء، طلاب المرحلة الثانوية، الصف الأول الثانوي، الصف الثاني الثانوي، الصف الثالث الثانوي. طبعا ده كورس البلاغة اللي بنكمل بيه وبيكم وباشتراككم. قناة الصور العربية تبقى أفضل قناة على مستوى الجمهورية. وبعد تنسى الاشتراك في القناة وتشارك الفيديو لأوسع نطاق لأن نشر علم فيه خير كثير. نبدأ بسم الله. اتكلمنا على التشبيه، اتكلمنا على الاستعارة، اتكلمنا عن الكناية. النهارده بنتكلم عن المجاز المرسل. المجاز المرسل كلمة لها معنى أصلي ولكنها تستخدم للتعبير عن معنى جديد مرتبط بالمعنى الأصلي بعلاقة غير المشابهة. يعني من الآخر كلمة لها معنى أصلي ولكنها تستعمل في معنى آخر. خلاص؟ تعال نشوف. اللي هو المجاز المرسل يا جماعة بيبقى طبعا له علاقات مهمة. أول علاقة معانا الجزئية. ربنا عز وجل بيقول وتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة. خلي بالك كلمة رقبة مجاز مرسل عن العبد، علاقتها الجزئية. هو ذكر الجزء وأراد الكل، يبقى علاقتها إيه؟ الجزئية. ألقى الخطيب كلمة، هو المراد خطبة بس هو قال كلمة. الكلمة دي جزء من الخطبة، يبقى علاقتها الإيه؟ الجزئية. لكن لما أقول جعلوا أصابعهم في آذانهم، أنا ما أقدرش أحط صباعي كله في وداني، أنا بحط الأنملة، يبقى عبر بالكل وأراد الجزء، يبقى برضه علاقته إيه؟ مش الجزئية لا الكلية. برافو عليك. طيب السببية، هقول لأخي علي أياد كثيرة. الإيد هي سبب في الإيه؟ في الخير، يبقى علاقة السببية. المسببية فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، برضه المسببية. كمان أمطرت السماء رزقا، المسبب اللي هو الإيه؟ الرزق، اللي هو المطر. السماء نزلت مطر ومش هو السبب، المسبب بقى الإيه؟ بسبب الرزق. يبقى الرزق علاقته المسببية. الحالية أقول يدخل المؤمنون في رحمة الله. الحال بتاعهم في الجنة إيه؟ هو الرحمة. المفروض يدخلوا الجنة المحل، لكن هو عبر بالمحل اللي هو جوه الجنة الرحمة، يبقى علاقتها الحالية. لكن لما أقول عندنا دعوت فصلي، هو أنا مش بدعو الفصل، أنا بدعو اللي جوه الفصل، بس هو عبر بالمحل. لما أقول حكمت المحكمة حضورية، المحكمة مش بتحكم، القاضي اللي جواها، لكن عبر بالمحل، علاقتها المحلية. كمان ابن العزيز عندنا علاقة اعتبار ما كان. أقول يلبس المصريون القطن، هو ده ما بقاش قطن، هو دلوقتي بقى قميص ولبس، لكن اعتبار ما كان إيه؟ كان الأول إيه؟ قطن. وخلي بالكم قطنين وقطن مصري 100%. تمام. اعتبار ما سيكون، لما أقول إني أراني أعصر خمرا، هو لسه هيعصر خمر بس اعتبار ما سيكون. خلاص؟ أقول زرعت اليوم شجرة، آدي البذرة حطيتها في الأرض، هي دي شجرة بس هي لما تكبر بعد كده في المستقبل زي ما احنا عارفين كده ان ذا فيوتشر. فين؟ في المستقبل. خلي بالكم مستر محمد سمير جاي في الانجليزي برضه. خلاص؟ في المستقبل هتبقى ايه؟ شجره اعتبار ما سيكون. طبعا حبيبي ابني طالبي العزيز طالب الصف الاول الثانوي والصف الثالث الثانوي والصف الثالث الثانوي، سر جمال المجاز الإيجاز والمبالغة والدقة في اختيار العلاقة. الإيجاز والمبالغة والدقة في اختيار العلاقة، ديتي سر جمال المجاز المرسل في أي علاقة من العلاقات، سواء جزئية أو كلية، حالية أو محلية، سببية أو مسببية، اعتبار ما كان واعتبار ما سيكون، والآلية والظرفية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.